باهر المحمدي. الو. مساء الخير. الو، السلام عليكم. مساء الخير يا باهر. مين؟ الشهر مرتضى معاك يا باهر. استاذ مستشار، ازي حضرتك يا فندم؟ عامل ايه يا باهر؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا فندم؟ اخبارك ايه يا ولد؟ كله بخير؟ الحمد لله يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبي بخير. انت نايم ولا ايه؟ صحتك من النوم؟ لا لا يا فندم، والله انا صاحي من بدري. باهر بس عايز اكلمك في نقطة معلش. اتفضل يا فندم. بالنسبة طبعا عايز اكلمك في حاجتين. الحاجة الأولى ان انا وصلني ان انت كنت بتتكلم عني، تقول ان انا اللي ظلمتك وانت في الزمالك وما كنتش بلعبك، كنت بدي تعليمات ان انت تقعد احتياطي. مين قال كده يا فندم؟ لا، ما حصلش والله. لا يا ولد، ده انا مين قال اتأكدت كده؟ يا سنة، من فضلك كمل كلامي يا باهر. اتفضل يا انا فندم. اتأكدت يا ولد من نادي الزمالك وناس من نادي الاسماعيلي انت اتكلمت معاها. انا اللي والله جايبك يا باهر. والله تاني بقول تاني، انا اللي ما قلتش جايبك. والله حاجة يا فندم. امال ايه يا ولد؟ والله ما اتكلمت على حضرتك خالص. مش كنت احمد بتكلم مش على احمد حضرتك. كلمك قال لك ان انا اكلمك انا قريب؟ الصراحة استاذ احمد كلمني، بلغني ان حضرتك تكلمني قريب. طب بس امال انا ايه؟ كنت بتكلم على حضرتك بالخير، والله ما عمري ما اتكلمت على حضرتك خالص. قلت ان حضرتك اتكلمت يعني، قلت ما يلعبش وكده. هنشوف الموضوع ده بعدين. بالنسبه بقى للموضوع اللي انا عرفت ان الاخ سيد عبد الحفيظ كلمك، عرفت فندم. كمان ان في طبعا استنى يا ولد، وعرفت كمان ان في حد من اندرلخت بعت تقريبا اجابه يا تقريبا فندم بعت حصل. رساله او حاجه، اللي هم يعني بيتفرجوا عليك وبيتابعوك الفتره دي. ده بالنسبه للاخ سيد عبد الحفيظ، طبعا مع احترامي ليه واحترام النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. انت لعبت في نادي الزمالك يا ولد، شفت النادي من جوه، شفت مجلس الاداره بيعامل اللعيبه ازاي، شفت اللعيبه المحترمه اللي بتحب النادي. تاني بقول تاني، تحب النادي. وانا عارف ان انت زملكاوي يا باهر. انا بحب نادي الزمالك جدا والله. في استشارة حضرتك ممكن تكون عارف يعني. طيب انا امال بس يعني حته ان سيد جيت عبد الحفيظ 6 شهور. كلمك، اللي وصلني ان انت تمنيت ان انت تلعب في النادي الاهلي، مفيش مشكله. وتقول ان انا اتظلمت في نادي الزمالك ومش هلعب في نادي الزمالك. ما قلتش والله مش هلعب يا فندم. انا قلت الصراحة. انا قلت ان انا اتظلمت في نادي الزمالك، بس مش قلت ان مش هلعب في نادي ظلمت انا الزمالك، اللي لا خالص. ظلمتك يا ولد، ولا محمد حلمي افندي وكان لا مش باتشيكو؟ حضرتك. مش حضرتك يا فندم. مش كان محمد حلمي يا بيه اللي ماسك؟ كابتن محمد حي اللي كان ماسك، وانا حضرتك يا فندم على علاقة كويسة بلعيبة نادي الزمالك. اسألهم حتى، انا الحمد لله انت حد يا ولد، كنتش حد انت مقصر. انت بعت لي حد قبل كده المكتب وجيت كلمتني ان انت مظلوم وما بتلعبش؟ انا كنت اعرفك؟ انا لما سالتك في التشكيله انت مين كنت اعرفك؟ لا يا فندم. بقول لك التوفيق ان شاء الله، باذن الله باذن الله باذن الله نجي الزمالك تاني بوعدك تاني اهو. يعني اتمنى انك ترفض اي عروض تجيلك وبشكل رسمي. ربنا كبير ان شاء الله يا فندم، واللي يقدم ربنا كله خير ان شاء وبالنسبه الله. للموضوع انك اتكلمت انا عليا تحت يا باهر، امرك. ده انا مش يعني لا انا ما والله. بحبش حد ان شاء الله باذن الله هعرف. انت حضرتك انت خالد الكرد صح؟ خالد الكردي. انا حاسس ان انت كنت يا حاسس والله لهوي. العظيم. والله العظيم خالد. انت كنت حاسس صح؟ اقسم بالله وحياة ربنا كنت هقول، بس انت اللي خلاني اندمج واكلم معاك ان انت قلت لي احمد مرتضى بلغت انت هتكلمني، فانا اتخضيت عشان كنت بكلم احمد من فتره وعرفني ان المستشار هيكلمني. يا لهوي حبيبي عليك يا يا كابتن خالد. بقى، جبت مشكله يا خالد والله يا انا عبد خالد. الفضيل والله. حبيبي يا خلود، تسلم يا حبيبي، حبيبي يا وحشني نجوم. والله. ايه الاخبار؟ الله يكرمك يا حبيبي، الحمد كله لله مية كله مية. بخير زي الفل. خلينا نشوفك يا خالد، يخرب بيتك يا حبيبي. خالد. ايه ده يا خالد ده؟ حبيبي يا مشكلة يا نجم، خالد اكلمك والله. تاني ان شاء الله بالليل باذن الله. حبيبي يا خالد، حبيبي يا اتحرمت نجم، ما منك يا رب. تزعلش حبيبي مني يا بقى. خالد. ماشي، لا حبيبي. حبيبي يا بيه. حبيبي. اتفضل يا كابتن بيه.